السلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذه الجلابية يا بنات اللي تجي كده، شوفي الصدرية حقها هنا، وهذا اللي هو ايش الكم، تجي كده كل ايش قطعة واحد يعني كامل. بس هذه المرة ما بنعملش الكم من هذه القطعة، لا بناخذ هذه بس، هذا القطع اللي هو ايش حق الكم، وبنعمل الكم من هذا اللي هو ايش. طبعا هذا الشبك يا بنات اللي هو ايش شبك تركي، ما يجيش يا بنات كده من هذاك اللي قابس، لا هذا يجي ناعم كده حلو، مش من هذاك الناعم اللي يجي فيه بمطة، لا هذا شوفينها ما فيه ولا مطة ولا شيء، وكمان ما يقابسش يا بنات. تمام، هذا بناخذ منه 2 وار، وهذيك الجلابية اللي تجي من عندهم كده جاهز. يا بنات لما يكون معنا كده نفس الجلابية، أول حاجة إيش بنعمله؟ بنخرج الكم. تمام يا بنات، إذا أنت حابة إن تاخذون الكم كامل، يعني تاخذون كم طويل عادي بتخرجين كم طويل، بس قد عملنا اللي هو الكم الطويل وكمان اللي هو على شكل فراشة، هذه المرة على شكل اللي هو الشبك. يعني اللي احنا الآن لما بناخذ الكم بناخذ حاجة بسيط، والباقي إيش بيكون مع الجلابية اللي هو إيش بطوله. مثلا إذا جاءت عندك من النسوان وهي يعني بنات كده طويلة وانت مش عارفة يعني كيف تاخذون الطول، يعني الطول حق الجلابية صغير، تاخذون بس هذه النقشة كده وشوية من هنا، يعني تاخذون من هنا لهنا حوالي 8 أو 9، والكم تعملونه من هذا. إذا هي مثلا طويلة مرة وخايفة إن تقصر وتجي الجلابية قصيرة كده، تعملين تزيدين من هذا، تعملين هذا الكم من هذا، يعني الكم بتعملينه من هذا الشبك. بعدين شوفين يا بنات، طالما ان هذا الكم بيكون لبس كده يا بنات لحد هنا بس لكده قبضه، شوفين بنعمل من فين؟ من حد هذه النقشه من هنا لحد هنا كام 8، وكمان الاتجاه الثاني نفس الكلام، يعني شوفينها، شوفين ومن هنا لحد هنا 8 بنقص كده، شوفين من هنا لحد هنا كام 8. شوفين هذه القطعه الصغيره اللي ايش بنعملها ايش الكم. شوفوا يا بنات من هنا ايش عطفنا الان هذه القطعه من هنا مفتوح، ومن نهايه القطعه ايش مغلق، يعني من هذه القطعه كده عملنا من هنا اللي هي النقشه حق فتحه الصدر مفتوح، ومن هنا ايش مغلق. الان ايش بنعمل احنا؟ بنقص كده علشان تكون معي هذه القطعه كل واحده منفصل مع الثانيه، يعني الخلف لحاله والامام لحاله. شوفين يا بنات ايش عملنا شوفين دبسنا، شوفين هنا، شوفين هنا عملنا كده دبابيس لنهاية القطعة، وكمان هنا دبابيس عشان ايش ما يتخربطنش معانا القطع. بعدين بنعمل كده، شوفين يا بنات من هنا كان ايش مفتوح، شوفينها من هنا مفتوح، ولهذاك الاتجاه الثاني من هنا ايش مغلق. تمام يا بنات، لما نجي يا بنات ناخذ عرض الكتف، بناخذ عرض الكتف من هنا من حدة هذه النقشة لحد هنا. طبعا هذه ما تشتيش تكون كده عرض مرة، كده بيكون 3.5. تمام يا بنات، شوفين من هنا لحد هنا. طيب بعدين ايش بناخذ دبران اليد، بس بناخذ دبران اليد الا لما نعرف كم دبران الصدر. طبعا دبران الصدر يا بنات بيكون من هنا لحد هنا 11.5. تمام يا بنات، لانه هذا الوزن 65 وتحت. شوفوا يا بنات، يبدا اول شيء بنعمل ايش من هنا لحد 11.5، بعدين ايش بنعمل اشاره، بعدين بننزل اللي هو دبران اليد من هنا لحد هنا بيكون دبران اليد 11. شوفوا يا بنات بيكون كم 11، هذا بيكون دبران اليد. اما دبران الخصر بيكون كده 11.5. بننزل كده بشكل ايش شيز، ما فيش داعي ان احنا نروح نعمل ديك الحردله وكل شيء، هذا كله اصلا سواء. شوفوا يا بنات قد خططنا كده، قد عملنا من هنا لحد هنا اللي هو 11. نجي الان للوسع، في مني هنا بنات يحب انه يكون كده وسع مره زياده، بيكون كده 18 او يكون 19 او الوسع اللي تحبون انتن. اما اذا انتم تشتونه كده بشكل قائم ويكون الوسع يعني على قدر، بيكون كده يا بنات 16. هذا الوسع اللي هو المناسب لكل الجلابيات. اما اذا تشتونه اكبر فعادي الوسع اللي تحبونه انتن. الان بنعمل بنهايه القطعه كده هذا الوسع 16.
اول شيء قبل ما تبداي تعملي الوسع بناخذ الطول الاساسي للمرة. مثلا كم طول الاساسي حقه؟ بنزيد على الطول الاساسي يا بنات 2. مثلا اذا الطول الاساسي حقه كده 55، بنزيد كان بنعمل 57، لاني ايش احنا بنعمل حسب الخياطه وحسب العطفه اللي ايش بنهايه القطعه. تمام يا بنات؟ شوفين الطول الاساسي 54، بس احنا زيدنا 2 56. شوفين من هنا لحد هنا الوسع 16 يا بنات. شوفين من هناك الاشاره كذا يا بنات 16. شوفين يا بنات بنعمل خط من فين؟ من حد هنا نهايه اللي هو دوران اليد، وكمان اللي هو عند دوران الصدر، ونعمل كده لحد فين الوسع كده خط مستقيم. شوفين يا بنات هذا الشكل اللي هو النهائي بعد ما ايش؟ بعد ما قصينا. شوفينها، شوفين هذه الزياده، شوفين هذه الزياده. الان بنتحكم بنقص هذه الزياده، ما نبداش نقص من اولته. تمام؟ شوفين الزياده اللي بنعملها هنا علشان بس لما نجي نخيط ونلصق العرض الكتف مع عرض الكتف بتكون كده يا بنات نص فقط لا غير. تمام؟ شوفين كيف شكله الآن. شوفين يا بنات الآن لما نجي هذا القطعة الأول شيء اللي هو الأمامي، بناخذ هذا اللي بقين من فين؟ من عند وران اليد. بنعمل كده ايش؟ بنعمل كده دبابيس. شوفين كيف دبسنا كده. شوفين هنا بعدين بنجي كده نعمل، شوفينها ايش بعدين كده بنخيط يا بنات كده. تمام؟ ونجي الآن عند الاتجاه هذا اللي هو ايش؟ الخلفي. شوفين هذا الاتجاه الخلفي بنعمل من هنا لحد هنا. اول شيء بنعمل من هنا لحد هنا 3.5. شوفين 3.5، وبعدين من هنا لحد هنا 2. شوفين 2، وبنقص بنعمل هذا ايش؟ بطانة. بعدين يا بنات بناخذ كده قطعة ونعمل ايش؟ بنطبع كده. شوفينها كده حق 3 بنان كده. شوفوا كيف عملنا. شوفينها الآن ايش بنعمل؟ كده بنخيط علشان ايش؟ بنعطف هذا للداخل. شوفينها الصح مع الصح. شوفوا الآن كيف خيطنا كده. الآن ايش بنعمل يا بنات؟ بنقص كده، ما نروحش نقص كده، يعني بنقص كده كده يا بنات. شوفين عشان بس ما تتخربطش نهائيا كده بنقص. شوفينها هنا الخياطة احنا قصينا من هناك، ما نروحش نقص من عند الخياطة لا. شوفين كيف قصينا كده. بعدين ايش بنعمل؟ بنعطف كده يا بنات، بنعطف كده لهنا لداخل كده. ايش بنعمل هنا كده؟ اطار، يعني بنعمل خياطة كده على هذا عشان ايش؟ هذه ما تكونش تروح كده لداخل كده. بنعمل وبنخيط هنا كده على هذا الدوران الرقبة ايش؟ كامل اللي هو حق الامام. شوفين يا بنات هذا اللي هو ايش؟ الاتجاه الخلفي. شوفينها خيطنا كده وعملنا، وهذا الاتجاه اللي هو ايش؟ الامامي. شوفين من هنا. بعدين يا بنات هذا بالخيطة والإبرة تعملين هنا كده خياطة وهنا كده خياطة عشان ايش؟ ما يكونش يرجع كده عليكن. الآن ايش بنعمل؟ بنخيط عرض الكتف مع عرض الكتف. شوفينها كده كده بنخيط. شوفين يا بنات هذا الشبك من هنا ايش؟ مغلق، ومن هناك مفتوح. هنا شوفين بالنهاية ايش؟ الصانفة. بشرح لكن كده. شوفين يا بنات هذه الصانفة يعني ايش؟ من الطول، وهذا المنبش يعني ايش؟ من العرض. احنا الآن بناخذ الصانفة كده، بنعطف هذا الكم كده، بنعمل هذه الصانفة فوق كده، فوق الصانفة كده بيكون من هنا مفتوح ومن هنا ايش؟ مغلق. تمام؟ هذا يا بنات لما نقص هذا طبعا الكم بيطلع لنا كام؟ 4 كمان، لأن احنا نشتي
يعني 2 أكمام للاتجاه و2 أكمام اتجاه، ما نشتوش يكون خفيف مرة. تمام. يعني هذه القطعة كده، هنا الصانفة وهنا الصانفة، نعطف كده الصانفة فوق الصانفة كده، وبعدين بنعطف كده. تمام. بعدين بنرجع نعطف كده علشان يخرج لنا كام؟ 4 اللي هو ايش أكمام. شوفين هنا يا بنات، من هنا كمان مغلق، ومن هناك مفتوح، ومن هنا مغلق، من هنا مغلق، ومن هنا مفتوح اللي هو ايش الصانفة. تمام يا بنات. طبعا طول الكم بناخذه كم؟ 25 كده عشان يكون معانا كده هنا مثل النفخة كده 25. تمام. بناخذ اللي هو دبران اليد، نفس الدبران اللي أخذنا بالجلابية هذا. شوفين هنا ايش 11 الدبران. نحن بنعمل ايش يعني 11 ونص بس، يعني احنا بنعمل النص او نعمل 12 بس حق الخياطة بس، علشان ما يكونش معانا كسرات بالكتف. هذا ما يكونش معه كسرات، يعني بنعمل كده من هنا لحد هنا 11 كده ونص. تمام. ما بنعملش 12 كده، بنعمل كده. الكسرات فين بيكونين؟ بهنا. بعدين بنعمل كده الطول هذا الكم كده 25. طيب لحد هنا شوفين 25 بس احنا كده رفعنا. بيكون الوسع من هنا لحد هنا يا بنات كده 14. تمام. بنعمل كده 14 بس نحن يا بنات لما نعطف من هنا لحد هنا بنعطفه كده 15. تمام. لكن نحن بناخذ الوسع كم؟ 14 فقط لا غير. شوفين يا بنات، أخذنا من هنا لحد هنا 11 ونص، وأخذنا طول الكم من هنا لحد هنا 25. أخذنا الوسع حق الكم من هنا لحد هنا 14. بعدين بنواصل كده بخط من حد دوران اليد، من هنا من نهاية دوران اليد لحد الوسع، وهذا بنقصه بيكون معنا 4 أكمام. شوفين يا بنات، بنعمل هنا إيش هذه القبضة الصغيرة. شوفين يا بنات، كل كم كام؟ قطعتين، وهذا الكم قطعتين. شوفين يا بنات، بناخذ كده من حد هذا الدبران، بنعمل كده بالدبابيس من حد دبران اليد لحد عرض الكتف، بنخيط كده. تمام يا بنات. شوفين يا بنات كيف خيطنا هذا الكم. شوفينها. الآن بنجي بنعلمكم كيف بنعمل هذا اللي هنا ايش القبضة. شوفين يا بنات، بناخذ ايش واحد بس من هذا اللي هو القبضة اللي بتكون هنا. بنعمل شوفين من فين يا بنات، بناخذ شوفينها من هنا لحد هنا كم؟ 4 يا بنات، 4 فقط لا غير. بنعمل كده بالطبشور، بنعمل كده لحد هنا، يعني بنأشر كده 4 لحد من هنا لحد هناك. شوفين هذا اللي بقي، طبعا هذا طوله 4 كمان. بناخذ هذا يا بنات، بنعمل كده، بنخيط هنا. شوفين بيكون كده مثل ما البطانة كده ينقلب معنا. تمام يا بنات. كده بنخيط هنا. شوفوا قد خيطنا كده. هذا الزائد يا بنات ايش بنقصه. شوفين يا بنات، قد جهزنا هذه. شوفين طبعا بنقص كده الزائد، بس لما نجي نخيط هذه القبضة هنا ضروري نحدد ايه يعني كم حق القبضة. شوفين يا بنات، من هنا لحد من حدة النقشة لحد النقشة كم يا بنات؟ 12. بس نحن ما نشتيش 12، نحن نشتي كم؟ 10. يعني الباقي ايش بنقصه، لان لو بروح خيطنا وبعدين نروح نعمل هنا تخصيرات يطلع كده يا بنات مش حلو شكله. تمام. الان شوفين من هنا لحد هنا شوفين كم؟ 12. نحن نشتي 10، بنقص على قدر اللي نحن نشتوه بس. شوفوا هذا المقص اللي نحن ايش نشتوه. شوفين هنا يا بنات، طبعا خيطنا بكذا بلون مخالف علشان ايش يكون بيان معاكن. نفتح الميزانية حق الخياطة يعني اللي رقم 1. شوفين
مش رقم 1، رقم 5، رقم 7. المهم تفتحين الميزانية تكون تخيط لكن كده، تكون الخياطة إيش مفارق. علشان إيش بناخذ هذه اللي كده، عشان إيش نعمل الزام يا بنات. تمام يا بنات، بناخذ كده، بنسحب واحد بس من الخيوط. إذا مثلا ما عرفتش تعملين هذه الحركة عادي، كسرين كده عادي، كسرين على قدر هذا. تمام. شوفين هنا هذا الزر، شوفين كيف نسحب بس خيطها. شوفين لما نجي نخيط هذا بنعمل كده، بنفتح هذا كده، بنخيط هذا كده. شوفين يا بنات نخيط كده، نقلب معانا كده. شوفينها هذا يا بنات، لما نجي الآن نخيط هنا ضروري هذا يكون إيش مخفي يا بنات، ما يكونش كده. بنعمل كده بس، بنعطف كده يا بنات، وبنخيط كده بالطرف، يكون كده معانا شكله إيش مخفي من الأمام، من الداخل ومن الخارج. تمام يا بنات. شوفنا يا بنات كيف شكل هذه القبضة، تكون كده شكله مخفي من الأمام ومن الداخل. بعدين خلاص الاتجاه الثاني نبي نعمل نفس الاتجاه، نفس الكلام. بعدين كده بنعمل يا بنات لما نجي نخيط بعد بالأخير كده بنعمل كده. بنخيط كده لنهاية القطعة، ولما نوصل عند نهاية هذه القطعة إذا هو مثلا زائد أو ناقص عادي بنساوي القطعة، بنعمل عطفة داخل عطفة. هذا الشكل النهائي لهذه الجلابية يا بنات. شوفين هنا هذا الكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.